شايف العمارة اللي قدامك دي حلوة صح؟ طب ايه رأيك في الكوبري ده؟ عظيم طبعا. هل فكرت في يوم ازاي اتأسست او اتبنت؟ تعرف ان في منهم خد اكتر من 20 سنة تأسيس؟ يا لهوي ايه الملل ده؟ ليه يعني؟ ان شاء الله مع انهم ما عملوها. طب لو قست العمارة والكوبري دول على كل المعمار الموجود على كوكب الارض، يا ترى نسبتهم قد ايه؟ هتبص تلاقي انهم اكتر من 90%. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان في المعمار الحاجة عشان تطلع كويسة ومظبوطة بالشكل ده لازم تاخد وقت طويل وتمشي بروتين واحدة واحدة. بس استنى بس، انا فاكر ايام كورونا الصين بنت مستشفى في اسبوع، والمستشفى دي تقدر تشيل اكتر من 4000 حال، وكانت حاجه فخيمه. طيب ماشي، انت تعرف المستشفى دي فين دلوقتي؟ معرفش. طيب هم عملوها ليه اصلا؟ علشان تستقبل اعداد كبيره من مصابين كورونا، لان المستشفيات العاديه ما كانتش عارفه تستقبلهم. بس اديك قلت اهو، يعني عشان خاطر سبب معين مش حاجه طول العمر. انا عايز اقول لك ان الحاجات الروتينيه والممله ديت هي اكتر حاجات الانسان بيميل ان هو يعملها. الانسان كائن ممل جدا، مش بيحب يغير اللي بيعمله طالما ارتاح فيه، خصوصا لو لقى فيه جدوى منه. طبيعي فعلا يغيروا ليه؟ فهتلاقي اغلب الناس هتموت على الوظيفه، رغم ان طوب الارض بيتكلم بيقول لك ان الوظيفه قتل الطموح وقتل الابداع. لكن في الحقيقه ده مش مؤثر، الناس كلها عايزه وظيفه. تصحى من النوم الصبح تعمل اللي انت بتعمله كل يوم، واخر الشهر تلاقي نفس المرتب. اعظم الشركات انتاج وابداع بتكون نتيجه ان بيئه العمل اللي جواها سويه منتظمه ومعتاده وممله، ما فيهاش اي تغييرات او سسبنس. دي معلومه بديهيه على فكره، بس نيجي عند اهم نقطه ومش عارفين نقتنع: الذنوب والثواب. ركز معايا بقى هنا عشان كده دخلنا في الجد. انت في يوم لو قاعد مع نفسك كده وقعدت تحسب يا ترى ايه اكتر ذنب انا مش عارف اتخلص منه، صعب يكاد يكون مستحيل ان انا اسيبه، يا ترى هتلاقيه ذنب صعب انك تعمله، ولا ذنب هتلاقيه بتعمله وانت سايب ايدك خالص كده؟ يعني حرفيا انت ممكن تعمل الذنب وانت مش واخد بالك اصلا. طبعا بيكون سهل، بس ليه سهل؟ علشان انت معتاد عليه. عقلك الباطن هو اللي بيحركك، مش بتاخد قرار واعي انك تعمله. ليه؟ علشان اصبح عاده. انت قعدت اكتر من 21 يوم متواصل بتعمل نفس اللي انت بتعمله ده، فخلاص مخك مش قادر حتى يفكر وانت بتعمله، فبتبقى زي ما تكون متخدر وانت بتعمل الذنب ده. الادهى بقى انك مش بتحس باي تانيب ضمير وانت بتعمله. هقول لك مثال: انت بتشرب خمره؟ لا يا عم اعوذ بالله، خمره ايه؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طب بتشتم؟ ها؟ انا مصري. معلش انا اسف. الطفل عندنا بيتولد معاه كتالوج الشتيمه بتاعت السنه الجديده. شوف بقى لو الشيطان ضحك عليك وخلاك تشرب خمر، احساسك هيكون عامل ازاي ساعتها؟ ياه صعب جدا، ربنا يعافينا يا عم، ده انا ممكن اموت نفسي، هدعي واصلي لحد ما ربنا يغفر لي. طب لما بتشتم بتحس بايه؟ احس والشتيمه حرام، قصدي يعني ربنا يغفر لنا يا عم. وبعدين انا هفتكر ايه ولا ايه؟ طبعا، ما انت بتشتم بسبب ومن غير سبب. السؤال بقى مين بياخد ذنوب اكتر؟ اللي بيشتم كتير ولا بيشرب خمره كل فين وفين؟ بص يا عم، شرب الخمره من الكبائر، انما الشتيمه يعني مهما كانت مش هتلزق يا عم. طب بغض النظر عن مستوى استيعابك، العمل شبه طبق الرز اللي محطوط عليه بيض مقلي من غير سمنه. المثال ده معرفش والله، ده اللي جه على بالي. انت عارف الجبل الطويل العريض ده لو جيت نسفته هتلاقيه عباره عن ايه؟ عباره عن حصى صغير جدا فضل يتراكم يتراكم فوق بعضه على مدار الاف السنين فبقى جبل. فانت بتصحى من النوم تشتم، ابوك يقول لك اعمل حاجه تشتم، امك تقول لك روح هات العيش تشتم، تروح الشغل تشتم، تنزل مع اصحابك تشتم، مراتك تتصل عليك تشتم، ولادك يطلبوا منك حاجه تشتم. ايه بقول لك ايه، انت هتشتم في الفيديو ده كمان ولا ايه؟ شوف بقى انت بتشتم كم مره في اليوم. ومعلومه كده جايز ما تكونش واخد بالك منها: كل مره بتشتم فيها بتاخد ذنب. مش الشتيمه كلها على بعضها كده ذنب واحد، لا يا حبيبي، كل سباب بذنب. تخيل تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه وتلاقي 3/4 ذنوبك عباره عن شتيمه. ده ذنب بتعمله وانت مش واخد بالك خالص، وعمال تعرف صحيفتك. تصدق بجد انا خفت. انت مستوعب قد ايه ممكن اكون من اهل النار بس عشان بعمل ذنوب وانا مش واخد بالي ان انا بعملها؟ حديث الرسول عليه الصلاه والسلام: اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجمعن على الرجل حتى يهلكن. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا ارضا بفلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. شفت الموضوع خطير ازاي؟ فركز الله يكرمك، كل ذنب بتعمله عامل زي عود الخشب الصغير ده، بس لو جمعت عود ورا عود ورا عود هتقدر تولع بيه نار تاكل اي حاجه. ونقطه كمان بالنسبه لموضوع الشتيمه بالذات: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع سيدنا معاذ بن جبل اللي بيوصيه عن حاجات كتير عشان يعملها، بس هيهمنا بس اخر جزء في الحديث. يقول سيدنا معاذ: الا اخبرك بملاك هذا كله؟ فقلت بلى يا رسول الله. فامسك النبي لسانه وقال: كف عليك هذا. فقال: يا رسول الله، أنحن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ شايف الاجتماع عندك مزاج ولازم تطلعها بسجع وقافية مع كل موقف. دقيق أوي أنت.
ده أنت حسابك عند ربنا عسير، أنت اكتئبت صح؟ بس ما تزعلش برضه، أنا هادّيك جرعة تفاؤل. أنت عارف بقى إن العكس موجود برضه؟ ركّز معايا بقى لو عايز تنبسط، أنت برضه ممكن تاخد ثواب وأنت شايل إيدك خالص. إيه رأيك في الصلاة؟ أكيد بتصلّي الفروض ال5، طبعًا مش بتفوّت حاجة منهم، طبعًا مش بتبذل مجهود كبير، بتتوضّى، تروح تصلّي في الجامع، ترجع تكمّل اللي أنت عايز تعمله. طب إيه رأيك بقى في الجهاد في سبيل الله؟ ده أعظم حاجة طبعًا، ذروة سنام الإسلام، والشهادة في سبيل الله دي أحلى حاجة، ساعتها نحشر مع الصديقين والنبيين في جنة الفردوس الأعلى. طب بقى إيه الأهم، الجهاد والّا الصلاة؟ أنا مش عارف أنت بتدخّل الأمور في بعضها ليه؟ لا مش بادخّل حاجة في التانية، بس خلّي بالك أنت تعرف إن من ال7 الموبقات الفرار من الزحف؟ يعني أنت لو حصلت حرب وجابوا أنت وهربت، أنت كده بتخش في سكة ثانية خالص، خالص، ربنا يعينك على نار جهنم. زائد أنت ممكن تعيش عمرك كله وما تحضرش جهاد خالص، بس الأكيد إنك لازم تصلي 5 مرات الفروض اللي عليك، فأنت مش ضامن إنك تجاهد، بس ضامن الصلاة، ودي بقى حاجة روتينية بتعملها كل يوم عادي، حتى أنت مش بتحس بإنجاز لمّا تعملها، لأنها من ضمن العادات اللي أنت بتعملها كل يوم. تعرف بقى إن يوم القيامة أهم حاجة تتسأل عليها هي الصلاة، اللي أنت بتعملها من غير مجهود دي، ما أنا ما قُلتلكش أنت كل فرض بتصليه بتاخد عليه ثواب، يعني مش بتاخد ثواب على الصلاة كلها كحاجة واحدة، ده على كل ركعة وفرض بتصليه بتاخد ثواب عند الله سبحانه وتعالى. ومش عاوز أقول لك برضه إن كل فرض مش بتصلّيه بتاخد عليه ذنب. المهم هنا إن أنت ما تستقلّش بالعمل الصالح اللي بتعمله مهمًا كان إيه هو، ومهما كنت متعوّد عليه. ما تخلّيش الشيطان يدخل لك من العادات الطيبة اللي أنت بتعملها دي، إنها مش كافية وإنها قليلة ومش هتعمل لك حاجة يوم القيامة قدّام ربنا. زي برضه ما ممكن يضحك عليك ويقول لك الذنوب البسيطة اللي بتعملها دي مش هتفرق وربنا هيغفر لك وما فيهاش مشكلة. طَب أنت عايز تقول إيه يعني؟ أنا مش عايز أقول حاجة يا عم. أنت بتزعّل إيه؟ والّا عاوزني أشتمك يعني؟ ها؟ ما علينا، ما علينا. والله فلتان اللسان ده حاجة صعبة جدًا، ربنا يتوب علينا. اللي عايز أقوله لك ركّز في حياتك أوي، وشوف الحاجات اللي أنت بتعملها بصفة دورية كل يوم دي، هي اللي بتشكِّل مكانتك قدّام ربنا يوم القيامة، وكمان بتشكِّل شخصيتك. وشوف الذنوب اللي أنت بتعملها كل يوم دي، وحاول قد ما تقدر ما تخلّيهاش روتينية، بحيث إنك لمّا تعملها وطبيعي إنك تعمل ذنوب، ما أنت بني آدم، بس ساعتها تحس بتأنيب ضمير، تكون مكسور لربنا وتدعي ربنا يغفر لك، ساعتها ده انتصار كبير جدًا ليك. أنت هتكون لأول مرّة فعلًا تحس إن الذنب اللي بتعمله ده فعلًا ذنب، محتاج إنك تستغفر منه، وفي نفس الوقت حافظ على الثواب اللي أنت بتعمله مهما كان صغير، ما تستقلش بيه، ده ممكن يكون هو اللي هيغفر لك عند ربنا سبحانه وتعالى. أصل مش هيكون أبسط من الراجل اللي كان عمّال يشيل الطوب من على الطريق علشان خاطر يسلِّك للناس وربنا يغفر له. حديث الرسول عليه السلام: "رأيت رجلٌ يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس." في النهاية أي عادة بتعملها يا تكون طريقك للجنة أو انزلاقك إلى النار. اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا كده خلصت، سلام عليكم.